هل كان الجو وقتها صحي؟ يعني لو أي حد فينا اتنقل فجأة للفترة الجراسية كان هيقدر يتنفس؟ ولا أول شهيق كان هيبقى آخر واحد؟ الجواب يعتمد على فين بالظبط ووقت إيه من الفترة الجراسية، لأن الغلاف الجوي ما كانش ثابت وكان بيتغير بسرعة زي مود كوكب الأرض. بس الكلام عن الجو والهواء مش هيكمل من غير ما نتكلم عن الطقس بقى، درجات الحرارة والرطوبة والمطر اللي بينزل على راس الديناصورات. عارفين الإحساس لما تصحوا الصبح وتلاقوا الدنيا شمس نار والرطوبة خانقاكوا والمية بدأت تدخل الشقة من البلكونة؟ اهلا بيكم في الفتره الجراسيه، بس على مستوى كوكب كامل مش شقه في الدور الارضي. ليه؟ هو ايه اللي كان بيحصل للمناخ وقتها؟ الفتره الجراسيه كانت في عز حاله تاثير الثقب، الجرين هاوس افكت. درجات الحراره كانت اعلى من دلوقتي بكتير، واغلب الكوكب كان دافي بزياده لدرجه ان القطبين نفسهم تقريبا ما كانش فيهم تلج. يعني مفيش شتاء مفيش تلج، والديناصورات كانت بتصيف طول السنه حتى لو في الجنوب البعيد. بس خدوا بالكم، الحراره ما كانتش متوزعه بعدل. المناطق القريبه من خط الاستواء كانت بتغلي، اما المناطق اللي كانت في نص القارات او على الاطراف فكان فيها تغير حسب المواسم. يعني اللي في قاره يوراسيا كان بيعرق غير اللي في قاره جوندوانا.